شفنا التشكيلة ما شاء الله تبارك الله تشهد تقريبا 8 لاعبين من نادي الهلال، ولاعب من نادي الشباب، ولاعب من نادي النصر، يعني سعود عبد الحميد، العويس، بليهي، تنبكتي، ياسر الشهراني، كنو، سالم، الحمدان، غريب. صح الحمدان اساسي اليوم بعد. الحمدان اساسي. على العموم الله يوفق منتخبنا على كل حال، ان شاء الله نشوف مباراة ممتعة، ان شاء الله نشوف اداء كويس. نواف العقيدي، سلطان الغنام، على دكة البدلاء. انا برايي وجهة نظري اشوف انه افضل ان لاعبين النصر يرتاحون شوي، يرتاحون لان عندنا مباريات. انا اشوف الراحة كويسة لهم صراحة، يعني ما يهم اللي يشارك، خلهم يرتاحون لان عندنا ضغط مباريات ترى خصوصا في شهر سبتمبر. عندنا ضغط مباريات كل 3 ايام مباراة، ضغط لا اله الا الله. فانا اشوف من صالح فريقنا ان لاعبينا يرتاحون اليوم، واللي موجودين فيهم الخير والبركة. بالعكس، الموجود فيه الخير والبركة، سواء لاعبين الهلال، لاعبين النصر، الشباب، الاهلي، الاتحاد، الاتفاق، التعاون، اللي هو كل الموجودين فيهم الخير والبركة. اهم شيء نشوف منتخب يجمعنا، منتخب يقدم كرة حلوة، منتخب يفرحنا جميعا كلنا، يعني في نهاية المطاف. بالتوفيق. شغل المباراة، شوف ما ادري على قناة هي. رايك بتشكيلة المنتخب؟ زطة بيتابع المباراة عندي يا جماعة. والله حلوة. بنشغل المباراة حلوة بنتابعها. حارس العويس، سعود عبد الحميد، ناصر الدوسري يقولون اساسي، تنبكتي والحمدان. توم طيب تتوقع النصر معليش مباراة المنتخب تتوقع؟ زيت المنتخب. طيب كم تتوقع يعني النتيجة؟ باذن الله 2-1 للمنتخب. توقعها 2-1 اذا في نهاية المطاف مباراة ودية يعني. الحين مش بنفوز على كوريا الجنوبية. يلا ان شاء الله يا رب. 2-1 ان شاء الله اذكرك. الله يسمع منك يا رب. شغلنا المباراة يا ولد. يلا يا حبيبي. قاعدين ساعة هاي نحوس. اضغط. يلا بس ما شيء يلا. على اي قناة هي؟ ها؟ على اي قناة؟ وين؟ المنتخب. شو انا ما تابعت المباراة اللي راحت والله العظيم. نهاية الشوط الأول بتقدم كوريا الشمالية بهدف مقابل لا شيء. الأمانة ما شفنا الشوط الأول. اي والله. النت معلق عندنا. معي استاذ شرقي. هلا والله منور يا حبيبي. كيف أمورك؟ طيبين؟ والله بخير. لكن قاعدين نشوف اللقطات ونشوف الملخص. هدف كارثي. هدف خطأ كارثي جدا من علي البليهي صراحة والله العظيم. أنا أشوف يعني الأخطاء هذه أتمنى أنها ما تتكرر في منتخبنا، وأتمنى يعني أن اللاعبين يركزون في هذه المباريات اللي زي كذا. تخيل انها نهائي ولا طب اسالك سؤال. ولا امانه ما انت باسعد انسان لا والله. لا بالعكس، انا مع الفريق. انا ابغى منتخبنا صدق. يعني الاخطاء الكارثيه، وبرضه يعني تدخل تنبكتي على مدافع، على مهاجم كوريا. فلنتي لهم حساب الحكم. تدخل متهور صراحه، يعني اخطاء دفاعيه كارثيه انا قاعد اشوف والله العظيم. الاسوء تقييم من قلت لي من شنو؟ سعود عبد الحميد اسوء تقييم، وافضل تقييم الحمدان. افضل تقييم الحمدان والله. 7 والله. ايوه. على العموم ان شاء الله نشوف شوط ثاني ممتاز. الان ان شاء الله بنتابع الشوط الثاني باذن الله. معي الميكانيكي، لا مو ميكانيكي، ايش اسمه؟ اللي يفهم في هذا ايش يسمونه؟ كهرباء. لا مش كهربائي. قصدك اللي حق رصيفه. اي رصيفه كهربائي. لا مو كهربائي. شو اسمه يا اخي؟ ما ادري بس يعني حق الرصيفه. حق الرصيفه. ما شاء الله تبارك الله، مخه كله تكنولوجيا ما شاء الله تبارك الله. شو اسمه؟ تكنولوجيا. ايش اسمه؟ وش كذا كذا على العموم رد على جوالك بيظبطنا شرقي المباراة الحين. والله عندي مشكلة في الرسيفر اقسم بالله العظيم. اقسم بالله ابشر بالحق. الاشتراك عندنا انتهى. طلع نص دقيقة خليني اقول شيء. ايوه اسلم. الاشتراك عندنا انتهى. ونسينا نجدد وتورطنا. المفروض ان من زمان مجهزين المباراة، لكن مو مشكلة. خيرة. انا بالنسبة لي اشوف انها خيرة. يقولون في كوارث لا يعلم فيها الله. اصابات اللعيبه واصابات تنبكتي سعود. ما في تنظيم في الدفاع، ما في تنظيم ابدا جدا والله. فيمكن انها خيرة لنا. الحمد لله على كل حال. ايش رايك في المستوى؟ والله الصدق ما شفت المباراة زين، لكن
النتيجة ما تطمن. خل النتيجة لأن خلاص انتهت المباراة. ما شفت. لا باقي. خلاص نقول المباراة انها منتهية الحين. المباراة ما شفتها والله. ايش رايك في الحمدان وش رايك في حمدان ما يحتاج نعرفه من في قبل. البلاهي؟ ايش رايك في الحمدان؟ نعرفه من قبل المنتخب يعني حمدان. طيب اسطوره من اساطير. والله ضبط يمكن تسجل انت تدري. الصقر عبد الله. طيب البلاهي وتنبكتي. بلاهي ما في هذا يخطون اللعيبه. شاطي البلاهي. ولد الناس ما يخطي. فذاك كوارث. هذاك كم خطا هذاك يطلع من الباب. هذاك يطلع من الباب. ذاك هذا حارس مو. تدرون الوضع ايش يبغى له؟ والله الوضع يبغى له طول العمر فنجان قهوة حلو بتمزمز كذا. يا اخي الله يفضحك يا ولد، فضحتني يا ولد. فاتح بث انت. الوضع يبغى له كذا مزمزة قهوة. مباراة ضد الهلال. والله العظيم اقسم بالله ان الوضع يبغى له مباراة ضد النفسية تحتاج كذا. هذا ترى بالضيق. لا والله ليت الانديه كلها هلال. خلاص تحسب ان الموضوع زي اول. لا وين تحسب ان الحياه زي اول تاخذون خلاص تغير الموضوع. انت الحين مكتئب وزعلان وما في مباريات صح؟ إيه؟ وتبي الهلال كذا بيخليك تبكي. لا والله ما استهبل والله. هذاك اول زمان اول رجال عمري 28 سنه عشت وشفت. حلو. دائما يقول لك اعلى منك بيوم اكبر منك بيوم اعلى منك بسنه. حلو. شفت وعشت. اول يعني خلال الفترة اللي أنا كنت عايش فيها كنت أعاني للأمانة. حلو. خصوصا ذيك الفترة اللي عام 2008 9 10 كنت أنام بدري الصدق. أسلم. لكن ترجع قبل أن ولد كان الموضوع عكس. حلو. كان في زمن كريستيانو رونالدو، في زمن بروزوفيتش، وبرضه في زمن مرابط ولا يعني خلال 2019 ذي. النصر مسيطر. بس عشان نكون واضحين شوي آخر 3 سنوات لا، بس من بداية فوزنا على الهلال في البطولة العربية والنصر مسيطر كذا. شفت القهوة ذي كذا تمزمز عليها كذا. ايه وانسى انسى 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 خلاص انك باقي تفوز على النصر. انسى. كان عندنا مشاكل وحلناها. كان عندنا معمعة شوي وعندنا لخبطة وانحلت. كان في عقدة كذا لما تربط الحبال تتعقد وتفكها. هذا اللي حصل. هذا اللي راح يحصل الحين. خلاص زمن البطولات جاي وزمن النصر وعهد النصر احنا قاعدين نشوفها الحين في عام 2023 يلا لك الحمد نمتد الى 2040 باذن الله. يلا لك الحمد. شفنا النصر ومتعنا وشفنا البطولات قبل لا نموت. الله يطول في اعمارنا جميعا. طيب نخلص من ذا الشيء. عندنا آسيا طول العمر هي من تريد النصر. اي نعم هي من تريد النصر. آسيا هي شوف انا اقول لك صدق تبحث عن النصر تدور النصر تدور ادواره. صدق والكلام حقيقي ترى ما نبرع عنها. ايوه صادق والله. آسيا قصدك شغلتنا؟ لا آسيا البطولة. آسيا بطولة آسيا. اوكي. تحس انها كذا بدون النصر انها ولا شيء في الفترة الماضية. فلما رجع النصر الآن رجعت الحياة رجع الحماس. زاد نكهة وطعم للبطولة. كانت تشتاق تبحث عطشانة آسيا تبغى النصر. وينك الموسم اللي راح؟ موجود. طيب تبحث عنك وينك؟ جيت انت وين؟ طيب بحثت عنك لقيتك. ايش سويت يوم رحت؟ موجود. ايش موجود ايش سويت؟ طيب مو موجود